من أسوأ العادات التي يقوم بها الوالدين تجاه أبنائهم هي أن يدعون عليهم بالسوء. يتساهل الكثير بهذا الأمر ويرددون أمثلة من نوع أنت تدعين بالسوء والكبد يلطف. جهل الكثير أن القول له نفاذ خاص قد يتجاوز البساطة التي نبني عليها تصرفاتنا ونعللها بالنية الحسنة تارة وبالغضب تارة أخرى. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعى حزنا بتغيير اسمه، وقد رفض. وشهد ابن المسيب أن الحزن يلازم أهله حتى مات، رغم أن من يناديه بحزن لا يقصد الحزن والاكتئاب والبكاء، بل يقصد مناداة الشخص فقط. وهذا مبحث خاص سوف نتعمق فيه إن شاء الله. أما عن دعاء الوالد على ولده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أعرف شخصيا من يدعو على أبنائه يوميا، فيا ترى ألم يوافق دعاءه ساعة استجابة قط؟ سمعت شخصيا من يدعو على ابنه فيقول: الله لا يفرحك بشبابك، أيعقل أن تدعو على ابنك لأنه عاد متأخرا إلى البيت مثلا بمثل هذا الدعاء، ثم تتعلل بالغضب؟ هل كل أيامك وحياتك غضب؟ جاء في الحديث الصحيح أن أم جريج دعت على ابنها بأن لا يميته الله حتى ينظر في وجوه المومسات، فتحققت دعوتها وابتلاه الله بمومس ادعت أن لها ابنا منه في الحرام، ورغم أن جريجا كان عابدا زاهدا بارا بوالديه إلا أنه وقع في دعاء أمه عليه. فعلى المرء أن يوطن نفسه على أن يدعو لأولاده لا أن يدعو عليهم، حتى لو كان الولد عاقا، فالعاق أشد ما يكون للدعاء له لا عليه.